لو انت في تالتة اعدادي وعاوز تلم الهندسة فالفيديو ده ليك. الهندسة في الترم التاني اسهل شوية من الجبر لانها مرتبطة ببعض مع انها طويلة، وطبعا معظم الدروس بتتكلم عن الدايرة وقوانينها. يعني الهندسة من الاخر محتاجة انك تركز وتحفظ القوانين قوي. عشان تحفظ القوانين لازم تفهمها الاول. عشان كده جبت لك النهارده قناتين هتقدر تذاكر منهم وتفهم منهج الهندسة كامل. اول قناة معانا النهارده هي قناة يلا نفهم ماس. القناة هتلاقي عليها شرح كامل لكل دروس الهندسة، وكمان هتلاقي حل جميع تدريبات كتاب المعاصر على كل درس. والقناة كمان عليها حل امتحانات المحافظات، وكمان مستر احمد سرور بينزل مراجعات ليله الامتحان. تاني قناه معانا هي قناه مقهى الرياضيات. القناه عليها مراجعات شامله للمنهج كامل ولكن في وقت قصير جدا، فلو انت رجعت من القناه دي هتوفر عليك وقت كبير جدا. تاني اهم حاجه بعد ما تجيب شرح الدرس اللي انت عاوزه من على اليوتيوب هو انك يكون معاك كشكول، وده عشان تكتب فيه تلخيص القانون وحل بعض المسائل على القانون، بحيث في النهايه يكون معاك تلخيص قوانين الهندسه كامله، عشان لو عوزت تراجع منها في اي وقت تقدر ان انت تراجع بكل سهوله. تالت حاجه هي انك تبدا تحفظ قانون كل درس وتشوف حل كذا مساله على القانون، سواء انك تشغل فيديو من مقهى الرياضيات او يلا نفهم ماس. ورابع حاجه والاهم هي انك تبدا تحل مع نفسك تدريبات كتاب المعاصر اللي بعد كل درس، لانها شامله تفاصيل وقوانين الدرس وجميع المسائل اللي ممكن تيجي عليه. طبعا لو وقف عليك اي مساله تقدر تجيب الحل بتاعها من اليوتيوب وتشوف المستر حل ازاي وبعدها تبدا تحل زيه. عشان الهندسه بتحب الحل الكتير لازم تحل امتحانات شامله، كمان لازم تحل امتحانات المحافظات. وانت بتحل هتحس ان معظم الاسئله بتتكرر والقوانين بدات تثبت في مخك. وطبعا لو لقيت مساله جديده ابدا دور على الحل سواء مع المستر بتاع الدرس او اليوتيوب. متنساش تسجل الحل ده في نفس الكشكول عشان تراجعه مره واتنين. دي كانت اهم التريكات اللي ممكن تلمي بيها الهندسه في ثالثه اعدادي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.